الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. من كام يوم طلعت إشاعة على الفنانة بدرية طلبة إنها قتلت الدكتور. طلعت الفنانة بدرية طلبة في لايف على التيك توك، واللي معرفش إن بدرية طلبة عندها صفحة على التيك توك تفتح لايف. فطلعت لايف قالت ألفاظ مشينة ومسيئة وبذيئة، فيظهر إنها كانت منفعلة جدا، والهجوم اشتد على الفنانة. فظهر على صفحته المستشار هيثم بسام، وعلق على كلام بدرية وقال إن طريقتها في الكلام زي ممكة ومساجدة بتوع التيك توك، وقال إنه هيتقدم ببلاغ للنائب العام في المدعية بدرية طلب، والبلاغ هيحتوي على نشر محتوى خادش للحياة العام، وتحريض صريح على الفسق والفجور، ونشر فيديو فيه سب وقذف في كل حق المصريين، ومدعية في ذلك إنها شخصية عامة وفنانة، وإن الفنانين أسياد البلد، وتلفظ ألفاظ يعاقب عليها القانون. كما قالت بعد ذلك إنها تملك دار خيرية في الإسكندرية، وتجمع تبرعات للدار، والأرباح اللي بتكسبها من تيك توك رايحة للدار الخيرية. وإحنا لم نعلم حقيقة فلوس التبرعات تذهب فعلا إلى الدار الخيرية أم لا. وأنتم من رأيكم، هل بدرية تلبى مع حق في الكلام اللي قالته، ولا هجوم الجمهور كان عليه حق؟ أهم شيء الاشتراك في القناة واللايك. تشوفوا حلقاتنا اللي فاتت، حلقاتنا اللي جاية، وشكرا على المتابعة.